صباح الخير. نطلع بره نلاقي الطرد بتاعنا ناخده ونحطه على المكتب، وبيتضح ان هو كمبيوتر في 3 تطبيقات. اول تطبيق هو الاخبار، نخش كده نشوف فيه ايه. افتتاح مصفات كيماويات جديدة وافتتاحها الكبير في روبلوكسيا. العمدة طلع يتكلم، الخبر ده حلو فشخ لبلدنا. الشغل والتجارة عمرهم ما كانوا احسن من كده في روبلوكسيا. العمدة قال كده يوم السبت. بلدنا بتكبر وبتتوسع ومفيش اي علامة انها تقف، وانا مبسوط اني موجود هنا النهاردة وبشوف اللي بيحصل بعيني. عندنا هنا الشوب فيها حاجات ملهاش لازمه، بس انا اشتريها برضه عشان تعبان في دماغي يعني. عندنا هنا الشات، بس هو المفروض ان هو بايظ يعني دلوقتي. وبعدها بنلاقي الحاجات اللي انا طلبتها وصلت على طول، وبيتضح بعد كده انها العاب يعني ملهاش اي سين لازمه فعلا. وبعد ما لعبنا بالالعاب دي شويه كده الراجل تعب وعايز ينام، فدخلته ينام يعني هعمل له ايه تاني يعني. بعد كده الراجل بيصحى في نص الليل والمنظور متغير وكل حاجه متغيره. فبعد ما لفيت في البيت شويه وكده يعني، وطبعا فتحت الدواليب كلها، اما قايل لي انا دلوقتي حاسس بالامان تاني ودخل ينام. يلا صباح الخير، تعالوا كده نشوف الاخبار بتاعت النهارده بتقول ايه. اختفاء مفاجئ في وسط روبلوكسيا. في بلاغ جاي للشرطة ان في شخص اختفى من بيته. القضية لسه مفتوحة ومفيش اي تفسير واضح لحد دلوقتي، والموضوع عامل قلق كبير في المنطقة. ياه، ايه الاخبار الجميلة اللي على الصبح دي. طبعا اشيل الحاجات اللي ملهاش لازمة اللي انا بشتريها كل يوم ديت، وجالي رسالة على الشات، غالبا الشات هتفتح يعني، فيلا بينا. ايه ده، رسالة ترحيب؟ وطبعا الحاجة جت، فهنلعب ونتعب ونخش ننام. وطبعا بنصحى في نص الليل يعني كالمعتاد، بس المرة دي بيكون في حاجة غريبة، في صوت كده حد بيحاول يدخل من الباب. بس طبعا بطنش وبفتح الدواليب وبقفلها تاني وبتأكد ان مفيش حاجة، وبحس بالأمان واخش انام تاني. صباح الخير، يلا نشوف نشرة الأخبار. سلسلة اختفاءات، مفيش أي أدلة، مفيش خيوط، مفيش إجابات، مفيش أي تقدم بيتعمل، والحالات بتزيد يوم عن يوم. ده تصريح من شرطة روبلوكسيا يوم الاثنين. ياه، أخبار جميلة تاني. جهز نفسك، ده المفروض اليوم الرابع. صباح الزفت عليكم، يلا بينا على نشرة الأخبار كده زي كل يوم. الناس من حقها تعرف. العمدة قال وهو بيكمل، هنكشف كل المعلومات اللي عندنا بخصوص القضية دي. ولما اتسأل العمدة نفى ان يكون في اي علاقة بين حالات الاختفاء والحادثة اللي حصلت مؤخرا في المصفاة، واكد ان التحقيقات شغالة وان الموضوع متاخد بجدية كاملة. الغريب بقى وانا بلعب كده لقيت صوت طيارة، او سمعت يعني صوت طيارة، فطلعت بره اشوف في ايه او ايه اللي بيحصل. لقيت طيارة هليكوبتر معدية من جنبي او من فوق يعني. طبعا بعد اللعب ده كله تعبت ورحت نمت. طبعا صحيت في نص الليل يعني كالمعتاد. بس الغريب بقى ان انا سمعت صوت حد بيجري في بيتي، وبعدها على طول الباب اتفتح واتقفل تاني. اليوم الخامس. العمدة أعلن الأحكام العرفية وأمر الناس تفضل في بيوتها. بيظهر دلوقتي عندنا في الشوب أو المتجر يعني الخشب والشاكوش ومربع اسود كده، مش عارف هو ايه بصراحة. دلوقتي بقى المفروض نجيب الحاجات اللي احنا طلبناها ونقفل البيت كله. تمام، دلوقتي نكون خلصنا كده تقفيل البيت، المفروض دلوقتي بقى نروح ننام.
دلوقتي طبعا بنصحى في نص الليل يعني كالمعتاد، بس الغريب بقى ان الكمبيوتر بيفتح لوحده، وبتكون جات لنا رسالة من الشخص الغريب ده: خليك هادي. وطبعا بنفتش في البيت زي كل مرة يعني. بعد كده المربع الاسود اللي انا كنت بقولكوا عليه دوت فتح تلقائي، وبيظهر لنا ان هو مسدس.